الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. حياكم الله. معنا اليوم إن شاء الله 3 رؤى فيهم رموز مهمة، وفي نهاية الفيديو أترك رؤية سهلة للي حابب يتمرن على تعبيرها. الرؤية الأولى اتصلت بي أخت وكانت في حزن شديد، تقول: فتاة قريبة لي ماتت في عمر 15 سنة، وبعد موتها بأيام رأتها جارة لها أنها تبكي بشدة، فلما سألتها عن سبب البكاء قالت لها: لأن علينا 16,000. تقول: ونحن نحمل همها، هل معقول أنها ماتت في هذا السن وتعذب؟ لا نريد لها إلا أن تكون في راحة ومنعمة، فماذا نفعل لها؟ فقلت لها: ولكن واضح أنها لا تبكي على حالها، وإنما تبكي على حال الأحياء. قالت: كيف؟ قلت لها: أهلها وأقاربها بينهم خلافات وقطع رحم. فقالت: فعلا قبل موتها بسنوات طويلة كان بيننا مشاكل وخلافات استمرت طوال حياتها، وكانت البنت حزينة وتتمنى أن يتم التصالح وأن نجتمع كلنا، ولكن للأسف لم نتصالح ولم نجتمع إلا عندما ماتت فجأة تصالحنا في عزائها بعد فوات الأوان. كيف جاء هذا التعبير؟ 6 ست بفتح السين هو العيب والخطأ، و10 العشيرة يعني الأهل والأقارب، و1000 الألفة والمودة. إذا العيب والخطأ صدر من الأهل والعشيرة في المودة والألفة. مجمل الكلام أن هناك قطع رحم، وسبحان الله هذه رسالة لهم ليشعروا بمدى الخطأ الذي ارتكبوه وقاموا به في حياة هذه البنت قبل موتها. مش أول مرة يحدث هذا الندم وهذه المواقف والرؤى بعد موت الشخص. لا نفيق إلا بعد الموت، والرحم لها مكانة عظيمة عند الله جل وعلا. يقول الله في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحم. صلة الرحم ومكانتها وفضلها يطول الحديث عنها. الرؤية الثانية فيها رمز غريب وتعبيره أغرب. تقول الرؤية: رأيت كأني آكل دجاج كنتاكي مع سلفي أيمن. قلت لها: أنت أقرضت قرض حسن، أعطيت سلفة من المال لزوجة أخ لك؟ قالت: فعلا أعطيت مال لزوجة أخي لتتم به مصلحة خاصة بها، ولكن في نفسي لا أنتظر. فقلت لها: هذا هو المعنى، كنتاكي تقسم نصفين، كنة زوجة الأخ، وأتاكي يعني أتتك محتاجة لهذا المال. وأصلا رمز الدجاج يرمز للنساء، وسلفي يعني السلفة وهو القرض الحسن، وكلمة حسن جاءت من أيمن، أيمن هو المبارك. القرض الحسن هو القائم على حسن النية، وهي نيتها أنها لا تنتظر هذا المال، والله تعالى أعلى وأعلم. الرؤية الثالثة فيها رمز المزمار. يقول الرائي: رأيت كأني أعزف على المزمار وأحرك أصابعي عليه بإتقان، وأقف على مسرح كبير وظهري لجمهور كبير، وعندما توقفت عن العزف صفقوا لي بشدة إعجابا. يقول: مع العلم أني أكره الموسيقى والغناء وأعرف حكمهما وأحذر الناس منهما. قلت له: أنت تقرأ القرآن بصوت حسن وتلاوة عذبة في إمامة الصلاة أو في مكان عملك؟ فقال: فعلا هذا يحدث في مكان عملي لأني معلم. هذا هو تعبير الرؤيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع أبا موسى الأشعري يتغنى بالقرآن بصوت حسن قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الرؤيا الرابعة سهلة جدا، أتركها للتمرين. تقول الرؤيا: رأيت كأني أجلس مع امرأة لا أعرفها، وجاء أبي فانحنيت فجلس على ظهري وقال كلمة أو موعظة وانصرف، فقلت للمرأة التي أجلس معها: والله لولا أنه أبي لما سمحت له أن يلمسني. فما تعبير هذه الرؤيا؟ نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.